انطلقنا منذ الصباح منذ الساعة 9 بتنشيط المدينة بمختلف الفرق الفلكلورية والتنشيطية ومرت بسلام. كذلك انطلقت العكاظية الشعرية على الساعة 10 صباحا بدار الثقافة محمد مرزوقي بدوز، وكانت قدمت خلالها مجموعة من القصائد التي تقدمت للمسابقة التي كانت بعنوان الشاعر والليل صحبة. تحية شرف الدود وما لها بنشاطها الهناها وزن معاني الشكر بنهدها. قصيدة المسابقة: الليل والضياح يركزوا في أشعاري، نعدل عليها طواري ونجمع مشاعر غابة بأفكاري. نجمع مشاعر عدة وحدي كلام وقفة ونقدة، مربوط داير ثلاث الحدة وانغام بعدها رسوم الوالي. تجلي سديد القلب كان صدر الشعر الظلامي سيد في تياري. نحن الآن بصدد انطلاقة العروض الفرجوية في ساحة حنيش، وهي تقريبا المرحلة أو الفقرة الرئيسية في المهرجان. اليوم انطلقت فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز دورة 46 رغم رداءة الطقس إلا أن الحضور كثيف ويعني رائع. مهرجان دوز مهرجان عريق جدا. اليوم الدورة 46 وعنده خصوصيه نتاعو، هو مهرجان تلقائي كما تشوفوا. اليوم ما فماش واحد يجي شويه ريح وشويه عجاج، والناس تجي وتحتفل وتشوف كلها لوحات تلقائيه في عمق الصحراء التونسيه. هذا احنا الحقيقه نحتاج لتظاهرات مثل هذه، لأن المنطقه هذه نتاعنا كما تعرفوا منذ عديد من السنوات وخاصه السنوات الاخيره تضررت كثيرا. نشاط السياحه نتاعو تقلص كثيرا، واحنا متوجهين للنهوض بهذه الجهة، ليس لها كجهة فقط بل للنهوض بالسياحة التونسية. السياحة التونسية أصبحت اليوم في حاجة إلى صورة جديدة. الصورة الشاطئية ما هيش كافية وما عادش تنافسية في البحر الأبيض المتوسط. احنا نحتاج صورة جديدة وما نلقاوش أحسن من الصحراء حتى نميز العرض السياحي التونسي. سنفرح بأن النموذج التونسي للتحول الديمقراطي قل نظيره في العالم، وهو أيضا سينجح، وهو مبني على رفض الوصاية والاقتصاد، ومبني على التناحر بين أفراد الشعب، ومبني على محاولة التوفيق بين الحداثيين والإسلاميين، مبني على رفض أي شيء يجعل التونسي يكره التونسي. نموذجنا في المحبة، في التحابب، في التقارب، في الفرح سينجح، ونحن هنا مساهمة في مسلسل الفرح الثوري، الفرح بنجاحنا من التخلص من الطغيان ومن الطاغية، الفرح باستعدادنا لبناء وطن نفخر به ويفخر بنا.